يا شوي يا جوز بنت خالتي. اقعد يا عم النقة في عيزه خناقة، مش ناقص قلب الدماغ خالص. انت شكلك مش زربن ومش في المود، استنى افرفشك يا ذكاء يا صناعي، فرفش لنا ابو الشوق. حسنا، فرفش يا ابو الشوق واضحك. العمر لحظة والحلوة مش ملاحظة. اهدي انت مين يا نجم؟ انت تعرفني عشان تهرق معايا؟ هو انت تعرفني؟ نعم أنا أعرفك جيدا، أنت شوقي محمد أحمد السيد عبد ربه حسنين الدمياطي. اسم الأم أم شوقي محمد أحمد السيد عبد ربه حسنين الدمياطي. رقم البطاقة 010 2 2 3 3 3 4 4 5 5. لا. شغال في السجل المدني ولا ايه؟ طب مش تقول لي يا نقة انك عندك معارف في السجل المدني؟ كنت عايز اسجل دماغ باسمي. ما عارف مين بس يا ابو الشوق؟ ده الذكاء الاصطناعي. ايه ده؟ ايه الذكاء الاصطناعي ده يا حمو؟ يا عم شوقي ده حلال العقد، ده يعرف الكفت ولا مؤاخذة، تقول له على اي حاجة يعملها لك هوا. انا عارف قناة كده مش متذكرة قوي، اسمها روتانا زمان. روتانا زمان عارفها يا حمو امل. كان فيها اللهم صل على النبي كده ممثل مش متذكره قوي، اسمه اسماعيل ياسين. يا عم عارفه، اخلص، عايز توصل لايه؟ كان في فيلم بقى كده مش متذكره قوي اسمه اسماعيل ياسين والمصباح الإيشيخ. كان كل ما يصنفر المصباح دوت يطلع له اللهم احفظنا عفريت. يا حافظ يا حافظ يا حافظ. العفريت ده بقى كان اسمه مش متذكره قوي، كان اسمه عفركاش. كان بيعمل له كل اللي هو عاوزه. يا عم اخلص، فيلم اسماعيل ياسين والمصباح السحري، عايز تقول انجزني؟ ايه ده؟ هو انت عارف الفيلم ولا ايه؟ عارفه بس مش متذكره قوي. الذكاء الاصطناعي ده بقى ابو الشو زي اللهم احفظنا كده العفريت، يعمل لك كل اللي انت عايزه. يعني لو طلبنا منه يعملوا لنا سندوتشين هيقوموا يعملوهم لنا ولا ايه؟ ما جربتش بصراحه ابو الشو، بس ليه لا. طب افتح كده، افتح اما اكلمه، عايز اتكلم مع راجل اللي ذكاء. مرحبا. السلام عليكم، ازيك ابو ازيك؟ معاك عمك شوقي. يلا اعمل لك اختبار مفاجئ. تفضل يا أستاذ شوقي، أنا جاهز لأي اختبارات. 5 على 1 كام يا شيخ؟ حاصل قسمة 5 على 1 يساوي 5. غلط، 5 على 1 يساوي مش رجولة. وقعت منك دي يا ابو الزيك. أنا لم أكن أعلم ذلك، أعتذر، ربما أكون أخطأت. طب اعمل لك اختبار تاني، الديك بتاعنا بيض بيضة على سطح الجيران، تبقى البيضة بتاعتنا ولا بتاعتهم؟ على حسب إذا كانت البيضة بلدي ولا تومين. لا فهمان وبتتكلم في الصح كده، أنا اطمنت عليك. طب ما تقول لي ابو الشوق ايه اللي مزربنك، يمكن يحل لك المشكله. هتعرف تحل لي مشكلتي يا زيكوه؟ نعم أنا أستطيع حل أي مشكلة، فقط أخبرني ما هي المشكلة وسنساعدك في إيجاد حلول لها. اقول لك ايه بس يا جدع، ما ينفعش الكلام ده في المحمول، ما تيجي نشرب خربوشين شاي على القهوه. أنا لا أستطيع أن آتي إليك، يمكنك إخبار ما تريده الآن. مش هتعرف تيجي ليه بس؟ طب قول لي مطروحك فين وانا اجيلك، ابعت لي موقعك على الGPS. أنا ذكاء اصطناعي موجود في الحواسيب الآلية والخوادم الذكية في الكرة يا الإلكترونية. عم كرة الكترونية يا عم، ايه اللي ينزلنا الارياف بس الوقت؟ كرة ايه وبتاع ايه؟ خلاص يا ابو الشوق قول له مشكله بقى في التليفون وامرك لله. تفضل يا أبو الشوق، أنا أسمعك. بص يا ابو زيكو، ايه مراتي مطلعه ميتين، كل ما تشوف الايدي تقول له خد الزباله وانت نازل. كلمت لها امها وخالها ابو جيب، مفيش فايده. هل جربت الذهاب لخبير علاقات أسرية؟ ما خليتش حد، ما رحتلوش، رحت لخبير اجنبي. عارف مستر كوبر مدرب المنتخب؟ رحت لابو حبهان العطار، رحت للدكتور نفساوي، رحت لعم سمير بتاع الفطير. يعني أنت رحت لكل دول وما جابوش معاك وجاي لي أشوف لك نتيجة؟ يا عم توكل على الله وطلقها.